كل يوم بنقول هنبدأ نصلي من بكرة، وكل مرة بكرة ده ما بيجيش، ولو جه بنمشي على سطر ونسيب سطر لحد ما نزهق ونبطل نحاول. أنا النهاردة مش جاية أكلمكم عن الصلاة وفرضها وفوائدها وعواقب تركها، لأن أنا أصلا مش مؤهلة لده ولا ده مجالي، لكن جاية أتكلم معاكم في شوية تمرينات وطرق تساعدنا في إن احنا نقدر نبدأ صلاة نواظب عليها، ولو جينا في وقت وزهقنا نعرف إزاي نخلي الموضوع ممتع واستحالة نزهق منه. علشان تقدر تبدأ لازم تفهم عقلك وتفهم بيشتغل إزاي وتهوده وتاخده على قد عقله. أول قاعدة في قواعد العقل هو مقاومة التغيير، يعني عقلك واخد على روتين حياة معين انت عايش فيه، أي بقى تغيير أو حاجة تدخلها جديدة في حياتك هو بالنسبة له دي مفاجأة، هو مش عايز أي تغيير في حياتك. فأنت لما تحاول تيجي تبدأ صلاة الحماس بياخدك قوي، بتبقى عايز تصلي ال5 فروض والسنن وقيام الليل وتعمل كل اللي تقدر عليه، فعقلك ما بيستوعبش كل ده، انت بتعمل له كم تغييرات مرة واحدة مفاجأة مش قادر عليها. فانت ابدأ مع عقلك بالتدريج، يعني الأول صلي ال5 فروض وحاول تصليهم على وقتهم، علشان ال5 فروض دول اللي لا هينفع نجزأهم ولا نلعب فيهم، دول اللي لازم يتصلوا. بعدها بعد وقت طويل لما يبقى الصلاة خلاص عادة وبتعملها كده وانت ايدك سايبة ومفيش أي مشكلة، ابقى دخل السنن والرواتب، بعدها ابقى دخل قيام الليل، خدها واحدة واحدة مع عقلك علشان ما تصدموش مرة واحدة. تاني قاعدة إن عقلنا كسلي، يعني لما بنفكر نقوم نعمل حاجة دماغنا مش بتفكر فيها كده، دماغنا بتقسمها لخطوات، بيشوف هو هيعمل كام خطوة لحد ما نعمل الحاجة دي. يعني مثلا انا علشان اصلي بقول انا هقوم اصلي وخلاص، عقلي ما بيفكرش فيها كده، بيفكر فيها ان هصلي دي يعني هقوم اتوضى، يعني لو انا لابسه حاجه بكم مقفول او كم طويل لسه هقلع التيشيرت اللي انا لابساه عشان خاطر اعرف اتوضى، وبعدها لو انا بنت هقوم ادور على الاسدال اللي هصلي بيه، ولو ولد هدور على البنطلون اصلي بيه لو انا لابس شورت، وبعدين ادور على مكان نضيف اصلي فيه، وبعدين ادور على السجاده اللي هاخدها علشان اصلي عليها. خطوات كتير قوي عقلك اصلا بينهج مع بال ما يفكر فيها، فانت اضحك على عقلك وقلل الخطوات شويه. يعني لو احنا الفتره دي متعودين ان احنا نقعد بكم مقفول علشان السقعه والبرد، روح الترزي يركب لك سوسته للكم بتاع الهدوم بتاعتك، بحيث ان انت وقت الوضوء تفتحي السوسته تتوضي تقفليها، الموضوع يبقى سهل، مش مضطره ان انت تقلعي وتلبسي مره تانية. وخلي مكان كده في البيت للصلاة، السجادة موجودة ومفروشة وجاهزة، والمكان ده على طول نظيف ومتوضب، وجنب المصلية في الإسدال أو البنطلون بتاعك، بحيث ان انت أول ما تقرر ان انت عايز تقوم تصلي الموضوع يبقى سهل، هتقوم تتوضى تخرج على المكان اللي جاهز على طول وتبدأ صلاة. ومن هنا هنروح للخطوة الثالثة، وهنا نضحك على عقلي لدرجة ان هو يلعب معايا بدل ما يلعب ضدي. يعني أصعب حاجة في الصلاة هي الهدوء، ناس كتير شفتها بتشتكي ان هي بتكسل بسبب ان هي بتقوم تتوضى، وممكن يصلوا الظهر مثلا في اخر وقت ممكن، بحيث ان هم مع بال ما يصلوا الظهر يبقى اذان العصر اذن فيقوموا يصلوه ويبقوا صلوا الاثنين بوضوء واحد. اضحك انت بقى على نفسك وخليك على طول متوضي، كل ما تدخل الحمام اتوضى بالمره، انت كده كده في الحمام، ولو انت بردان ما انت كده كده هتفتح الميه علشان تغسل ايدك والميه هتلمس جسمك، فتوضى بالمره، بحيث ان انت اي وقت الاذان هيأذن بدل ما دماغك كانت مكسله ان هي تقوم وبتقول لك يا عم اقعد، هتقول لك يا سيدي احنا كده كده متوضيين يلا قبل ما ننقض وضوءنا بقى. طب الحمد لله احنا بدأنا صلاة وكله تمام، المشكلة بقى هنستمر ازاي؟ هنا هنتكلم عن اهم واسهل طريقة عشان تقدر تستمر، وهي ان انت تربط عادة الصلاة اللي هي عادة جديدة عايز تدخلها بعادة ثابتة موجودة اصلا في حياتك. يعني مثلا انت متعوده انك بتتغدي الساعه 6، فهتقومي تحطي الاكل على البوتاجاز يسخن، مع بال ما يسخن تكوني اتوضيتي وصليتي وقمتي علشان تاكلي. او انت بترجع من الشغل الساعه 8، فهتتعود انت تدخل من باب الشقه تغير هدومك وتصلي في نفس الاوضه وبعدين تخرج تكمل باقي يومك. اربط العاده الجديده بتاعتك اللي عايز تدخلها اللي هي عاده الصلاه بحاجه كده كده جسمك متعود ان هو بيعملها كل يوم، ده اسمه في علم النفس الارتباط الشرطي. يعني انت خدت عاده متعود عليها دخلتها مع عاده جديده، خليت الاثنين لازقين كده في بعض على طول. الخطوه اللي بعد كده عشان اقدر ان انا استمر على الصلاه ان انا اعرف ان دماغي بتحب التشجيع والاحساس بالانجاز. يعني كلنا من واحنا اطفال كنا بنحب قوي لما نعمل حاجه صح المدرس يدينا نجمه في الكشكول، يدينا ستيكر، ولسه لحد ما كبرنا على فكرة دماغنا بتفكر بنفس الطريقة. فانت اشتري بلانر او مخطط او ارسم جدول صلاة بايدك، او حتى نزل ابليكيشن على الموبايل لتتبع الصلوات، وكل ما تصلي صلاة اعمل تشيك او اعمل علامة صح ان انت خلصت الصلاة دي، وكل ما تجيب 5 من 5 يعني انت صليت ال5 فروض
ابدأ كافئ نفسك مكافأة مختلفة كل يوم عشان تفضل متشجع ومتحفز. وانا عن نفسي بفضل طريقة الابليكيشن على الموبايل لانه بيبقى سهل على طول في ايدك. هتلاقي دايما بيديلك تنبيه قبل الصلاة مثلا بربع ساعة بنص ساعة بحيث ان انت تتوضى وتجهز، او لو فاتتك الصلاة اللي فاتت تلحقها قبل ما يفوت الوقت عليك. ده غير انه بيخليك تقدر تتبع الشهر كله او الاسبوع او اليوم، فتعرف انت دنيتك كانت ماشية ازاي وتقدر بجد تقيم نفسك. من ناحية تانية في ناس بتستخدم طريقة اسمها التحفيز السلبي، بس أنا عن نفسي مش بميل للطريقة دي قوي، بس يمكن تفيد حد فيكم وتكون مناسبة ليه. الطريقة دي إنه بيشوف نفسه طول اليوم ايه وحش حصل له في حياته، اليوم ما ظبطش في ايه، ويقول لك بس الحاجه دي حصلت لي علشان انا ما صليتش النهارده، او علشان انا فوتت فرض، او عشان انا ما صليتش الفرض في وقته. بس ليه انا مش بشجع ده؟ لان انا شايفه ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم من كده، ان ربنا بيحبنا ورحيم بينا ومش هيمشيها معانا واحده بواحده. طب خلاص انا الحمد لله بدات صلاه وقدرت ان استمر وكل حاجه ماشيه معايا زي الفل، بس انا بيجيلي ايام كده بلخبط فيها، بيبقى عندي اليوم مسحوم، عندي مواعيد شغل كتير، مواعيدي مش مظبطه، فهتلاقيني فوتت صلاه 2، ساعات بتوصل ان يوم كامل ما بقدرش ان انا اصلي. هنا اسمح لي اقول لك ان ده علشان انت بتفكر في الصلاه غلط اصلا. احنا بنفكر ان احنا عندنا يوم ومواعيد وحياه، وبندخل الصلاه في النص وقت ما نبقى فاضيين، وقت ما يبقى الوقت يسمح بنصلي. الحقيقه ان الحياه المفروض تمشي العكس، احنا عندنا صلاه بمواعيد ثابته وحياتنا هي اللي بتيجي في النص مش العكس. يعني انا النهارده مثلا خارج من البيت، هبدا اشوف اذان المغرب مثلا الساعه كام، واتفق مع الناس ان احنا هنتقابل بعد اذان المغرب، فهنا انا خليت الصلاه هي الاساسيه وركبت مواعيدي عليها. طب يا ستي انا رايح مع الدكتور، رايح ميتنج شغل، رايح اي ميعاد انا مش في ايدي ان انا اتحكم فيه، مش مشكله، ابذل بربع جنيه مجهود ان وانت رايح في الطريق كده بص على اي جامع قريب، بحيث ان انت تبقى ناوي من جواك وعامل حسابك ان انت قبل ما تدخل الميتنج بتاعك او تروح المكان بتاعك هتصلي الاول قبل ما تدخل، او اول ما تخلص هتصلي اول ما تخرج، حسب بقى ميعاد الصلاه امتى. ولو انت بنت، لان للاسف ما بقاش في جوامع كتير بتتفتح او في جوامع كتير ما فيهاش مصلى سيدات، اعملي حسابك وانوي النيه ان انت هتاخدي معاكي الهدوم المناسبه للصلاه وتخليها في شنطتك، بحيث ان انت ايا كان المكان اللي انت فيه هتقومي في وقت الصلاه هتصلي. نيجي بقى لمشكله تانية خالص. بصي بقى بصراحه انا بزهق، انا بلاقي نفسي بقوم كل يوم في نفس المواعيد 5 مرات اعمل نفس الحاجه واقول نفس الكلام، بزهق وبطق. طب ما انت طبيعي تزهق وتطق وتمل. تخيل ان انت بتكلم واحد صاحبك كل يوم بتقوله نفس الكلام من غير اي تغيير، وبتعمل ده طول العمر، طبيعي ان انت هتمل. علشان كده هديلكم هدية النهاردة، والله العظيم حياتي اتغيرت بعدها كتير، كل حاجة في حياتي مش بس الصلاة. الهدية دي هي فيديوهات تدبر القرآن، تدبر مش تفسير، لان في فرق فظيع ما بين الاتنين. التفسير هو ان انت بتفسر معاني القرآن كأنك قاعد قدام معجم، الكلمة دي معناها كذا، لكن التدبر انك بتدور على المعاني ورا كل كلمة والرسائل ورا كل آية، فهتفهمك كل آية معناها ايه، والآية دي ليه جت هنا بالذات، وايه القصة اللي وراها، وليه قبلها الآية دي وبعدها الآية دي، وسور القرآن ليه موجودة بالترتيب ده، وايه علاقتها بالسورة اللي قبلها واللي بعدها. هتلاقي معاك القرآن كله على بعضه عبارة عن قصة كبيرة قوي مترابطة وانت فاهم كل كلمة فيها. ده غير ان التدبر بيربط ما بين الآيات اللي موجودة في القرآن والحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، فبتفهم احنا ايه علاقتنا بقصص عن الكفار والمنافقين وعن ايام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. مش مجرد ان انت بتفهم دينك، انت بتربطه ما بين قبل كده وما بين اللي احنا فعلا بنعيشه دلوقتي. كل يوم كده تدبر لك آيتين 3، سورة أو سورتين صغيرين، وقوم تاني يوم صلي بيهم ال5 فروض، هتحس بمتعة ما بعدها متعة. انت مش واقف بتقول كلام وخلاص، ده انت فاهم الكلام اللي بتقوله وحاسه بقلبك وفاهم هو بيتقال ليه وايه القصه وراه، حاسس انك فعلا بتكلم ربنا بالكلام اللي هو قايله لك وانت فاهمه، مش مجرد بتردد وخلاص. وصدقني هتلاقي نفسك كل يوم ملهوف ايه القصه اللي جايه، ايه الحاجه اللي انا هعرفها قدام. هتلاقي الموضوع فارق معاك جدا في حياتك وفي تصرفاتك وفي صلاتك. ده غير ان ده هيساعدك ان انت تحفظ اجزاء كتير من القرآن، فانت بتعمل كل ده بهدف ان انت عايز تبدأ صلاة. هتلاقي نفسك خدت ثواب انك بتبدأ صلاة، وانك فاهم الكلام اللي انت بتقوله، وانك بدأت تحفظ حاجات من القرآن، وثواب انك بتبذل مجهود ان انت تقرب لربنا اكتر وهتفهمه. واذا فجأة هتلاقي نفسك حفظت اجزاء كتير قوي انت اساسا ما كانش في دماغك ان انت عايز تحفظ قرآن.
وعلشان انا دورت كتير قوي علشان الاقي حد بيتدبر القرآن، مش السورة على بعضها، لا آية آية وكلمة كلمة ويفهمها لي. فانا جاية النهاردة اديلكوا هديتي، هي قناة او فيديوهات انا لقيتها على اليوتيوب للاستاذ فاضل سليمان. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، ولو انت على الفيسبوك هسيبه لك في اول كومنت. ولو اي حد فيكم يعرف حد تاني بيتدبر القرآن بطريقة ممتعة وحلوة ويخلينا نفهمه بجد، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. في النهاية لو وقعت او كسلت او ما قدرتش تكمل، ما تلومش نفسك ولا تقول لها كلام جارح. دي طبيعة النفس البشرية، كلنا بنغلط وكلنا بنقع. الفرق ان في واحد بيقع ويستسهل ويقولك خلاص ما هي باظت باظت، وواحد بيحاول ويقوم ويعافر تاني. اكيد ربنا مش هيسيبك، اكيد ربنا هيبقى فاهم وعارف وهيديلك ثواب عن انت بتحاول وتجرب مرة واتنين وتلاتة، وهو عارف ان كل هدفك ان انت عايز تقرب منه.